هنتكلم النهارده في نقطة على قد ما هي سهلة ولكنها مهمة جدا، ممكن بسببها تفرق جدا في المبيعات، تضرب مبيعاتك السما، وهي اسم المنتج ووصف المنتج. يلا بينا. في البداية، ليه اسم المنتج مهم؟ تسويقيا تعال ندي مثال. انت دلوقتي راح تشتري رز بلبن، فرحت عند الراجل قلت له انا عايز رز بلبن عادي، فهتلاقيه بسعر، اللي جنبه بسعر باختلاف بسيط. لكن لو جيت قلت لك تعالى من عندي اشتري القرموشة، انت ساعتها لفت انتباهك، صح ولا لا؟ في الحاله دي اقدر اسعر زي ما انا عايز، انت هتشتري لمجرد ان انت اتلفت انتباهك. ايه القرموشه دي بتعمل ايه؟ القرموشه مع ان الرز بلبن عادي، يعني ممكن احط لك حاجه كده بس ستيل رز بلبن، فاهم الفكره؟ لكن دي مهم جدا. طب دلوقتي نختار الاسم ازاي؟ ورقه وقلم وتعالى يا عالمي. اول نقطه وهي اسم بسيط وسهل الحفظ، بسطها ما تعقدهاش، انا جاي اشتري واروح، فلازم الاسم يعلق هنا ويكون بسيط برضه. تاني نقطة، يكون مرتبط بفايدة المنتج. مثال، بدل ما تسمي مكوى اكس 500 سميها المكوى الذكية اللي هتخلصك من الكرمشة في 5 ثواني ويا رب سامحني. تالت نقطة، حط كلمات تبين الفايدة، بمعنى سريع، فوري، بدون مجهود، في ثواني. رابع نقطة وهي متوافق مع الفئة المستهدفة. انت دلوقتي لو هتستهدف كلاس سي ما ينفعش تخش عليهم وتقول لهم هير براش 3 in 1 مالتي فاكشنال نيو ارايفل، فاهم الفكرة؟ فانا ساعتها هشتمك، ده طبيعي. لكن كلاس سي لازم توجهه القرموشي. لا، كلاس سي تلعب على نقطة السعر، تلعب على كلام يفهموه يكون بسيط بالنسبة لهم، فاهم الفكرة؟ تعالى بقى دلوقتي نحط كل النقط دي في مثال عملي عشان نفهم اكتر. لو عندك منتج مساج للرقبة واسمه نيك ريلاكس 200، الطبيعي ان الناس بتاخد كوبي بيست وكمل. لا، طب ايه رأيك تجرب مثلا جهاز تدليك الرقبة راحة فورية بعد يوم شغل؟ اشتريت؟ لسه؟ طب تعال هنكمل دلوقتي على النقطة التانية بحيث نخلي الصفحة كلها بتكمل بعض، وهي وصف المنتج. ما ينفعش تاخدها من اي حتة كوبي بيست وخلاص، لا، لازم تقسمها مترتبة اجزاء، لان كل جزء ليه هدف معين، ما ينفعش تمشيها كده ايه لله وللوطن. اول نقطة في الوصف لازم تتكتب، ابدأ بمشكلة العميل. عندك ألم في رقبتك طول اليوم؟ تاني نقطة وهي الحل. بعد ما عرفته ان هو عنده مشكلة، لازم دلوقتي تقدم له الحل، تقول له الجهاز ده بيوفر لك تدليك عميق ولا اجدعها سبا، رب سامح. دلوقتي قدمت له المشكلة، قدمت له الحل، لازم تخاطبه باللغة اللي هو هيفهمها او اللي هو بيرتاح لما يقراها. رابع حاجة وهي استخدم البوينتس، النقط. عرفه مثلا 3 مستويات على حسب احتياجك، خفيف وسهل استخدامه في اي مكان سواء في البيت او في المكتب، تم استخدامه من اكتر من 10,000 عميل سعيد. طبعا الحاجات دي ما بقولكش اهبدها يعني برضه عشان ما تشيلنيش ذنب، لكن لو المنتج عليه تقييمات كويسة في اليكسبريس، في نون، في امازون، في مواقع كتير، وعليه الناس بتشكر في الموديل ده، فبالتالي التقييمات ايجابيه، فبالتالي هو يعني انا ما جبتش حاجه من عندي، هي الناس بتشكر فيه، نفس الموديل تفتح حطيتها. خامس نقطة معانا وهي عنصر الإلحاح، لازم تقول له إن الكمية محدودة وهتخلص امبارح. النقطة السادسة وهي CTA Call to Action، إنه ياخد قرار دلوقتي. لازم تقول له بدل اطلب الآن، قول له اطلب الآن واستمتع بأفضل راحة، فاهم الفكرة؟ ولو اشتريت قول لي في الكومنتات. وفي النهاية دايما نقطة اسم المنتج والوصف من النقط اللي متكروتة، دايما تلاقي كوبي بيست كوبي بيست، مفيش إبداع مفيش حاجة، وبيستنى نتائج مختلفة. لازم تسعى وتجتهد في كل نقطة من اللي قلناها، لأن أنا بادئ معاكم خطوات، كل خطوة لازم تهتم بيها، كل خطوة ما ينفعش تكروتها وتعديها، لأنهم بيكملوا بعض لحد لما العميل يستلم المنتج في إيده وهو راضي عليه. فلازم نركز في كل نقطة عشان نوصل لأحسن نتيجة. وفي النهاية لو عندك أي استفسار تقدر تسيبه في كومنت، تقدر تتواصل معايا على الانستجرام، لينك في الديسكريبشن، وطبعا keep ready.